Power Play. يسعد لي اوقاتكم حبايبي، ان شاء الله تضلوا بألف خير واهلا وسهلا فيكم باول حلقة من سلسلة عقلية الثراء. اليوم رح نغوص باسرار ما حدا بيحكي لك عنها، اسرار رح تغير لك حياتك من تحت لفوق. كلياتنا بنشوف ناس فقراء عم تشتغل ليل نهار وما عم توصل لشي، وناس تانية مصاريها عم تزيد وتزيد ما شاء الله لا حسيدة وهي مرتاحة. اليوم بدنا نعرف شو السر وهل هو حظ ولا لا. كتاب أسرار عقل المليونير. يا إلهي إذا بتزبط لحما بنكون قبرنا للفقر قبر. تي هارف إيكر مؤلف الكتاب الرهيب بيقول لك الثراء مو لعبة حظ ولا هي لعبة اقتصاد، هي لعبة عقل. يعني إذا بدك تغير نتائجك المالية لازم تغير خريطتك المالية الداخلية. شو يعني هالحكي؟ يعني طريقة تفكيرك الأساسية عن المصاري. اليوم رح نفكك هالكتاب ونعرف ليش هالأغنياء بفكروا بطريقة مختلفة عن الفقراء والطبقة الوسطى. 1500 ليرة دهب 2000. السؤال اللي بيدور بذهننا كلياتنا إنه ليش نتائجنا المالية ما عم تتغير؟ الكاتب يبلش الكتاب ويسألك سؤال: ليش في ناس بتعمل مصاري كتير وبترجع بتخسرها؟ الجواب هو الخريطة المالية يلي رح اشرح لك عنها هلأ. الكاتب بيقول لك إنه في صيغة بتتحكم بحياتنا اللي هي عبارة عن الأفكار والمشاعر والأفعال ومن ثم النتائج. يعني يا عزيزي المستمع، أفكارك هي اللي عم تخلق مشاعرك وهي اللي عم تخليك تتصرف وبالنهاية هي اللي عم تجيب لك النتائج. يعني يا عزيزي المستمع، إذا كانت أفكارك سلبية عن المصاري نتائجك رح تكون سلبية على وهلا خلوني أخبركم شو هي الخريطة المالية اللي حكى عنها الكاتب. هي الإعدادات اللي تبرمجت بعقلك الباطن من أنت وصغير عن المصاري. في 3 مصادر لهالبرمجة، وأولهم البرمجة اللفظية. شو كنت تسمع عن المصاري ولساتنا عم نسمع؟ المصاري وسخ الدنيا، الأغنياء كلهم حرامية، الأفضل إنك تكون فقير بس مرتاح، ويا عمي الفقر مو عيب. بعدين معلمي الله وكيلك المصاري وسخ الدنيا. زيك انت وسخ الدنيا، المصاري أحلى شيء. هالكلام زرع بعقلك إنه المصاري شي سيء، ولما بتكبر بتخربط كل حياتك لحتى تتخلص منها بطريقة لا واعية. شو بدي فش قلبي؟ شو بدي اشتري؟ اجى ببالي بدي اشتري سيارة فخمة أحلى من سيارة أبو الخير العقاد. المرق لي بالحارة بيعمل لي بيب بيب وبيضحك. بدي أرجيه مو بس هو بيقدر يعمل بيب بيب، كمان نحن بنقدر نعمل بيب بيب. وتانيا بنجي على القدوة، يعني كيف كانوا يتعاملوا أهلك مع المصاري؟ إذا كان أبوك بيشتغل شغل كتير وما معه مصاري فأنت بتفترض إنه هذا هو الطريق الوحيد، وإذا كانوا بيتخانقوا دائما مشان المصاري فبتصير تربط المصاري بالخوف والقلق والنزاع. وثالث مصدر عنا يا لهالبرمجة هي الحوادث المحددة، يعني شي تجربة قوية مريت فيها مع المصاري. وبيذكر لنا الكاتب مثال إنه إذا كنت طفل وشفت أهلك خسروا كل شي بضربة واحدة عقلك بيخاف من الثراء وبيعتبره خطر. وبنجي هلا لزبدة الكتاب، وهي مفاتيح التغيير ال4 لهالخريطة المالية. الكتاب بيعطينا طريقة لحتى نغير هالخريطة القديمة. أولا بالوعي نعرف شو هي معتقداتك السلبية اللي ماسكتك. مثلا أنا بشتغل لحدا تاني بس، يعني شغيل فقط، مثلا موظف عادي. ثانيا الفهم، تفهم من وين اجت الفكرة، اجت من أهلك أو من المجتمع أو منك. ثالثا الانفصال، تقرر إنه هالفكرة مو فكرتك وما رح تخليها تتحكم بحياتك بعد اليوم. ورابعا إعادة البرمجة، يعني تستبدل الأفكار السلبية بتصريحات الثراء. هاي الجملة لازم تقولها كل يوم: عقلي مبرمج للنجاح المالي. على طول خلي ببالك الجملة هاي، إنه أنت مبرمج للنجاح المالي. وبيعطينا الكاتب 17 طريقة بيفكر فيها الأغنياء وأنت لا. هذا هو الجزء الأهم والعملي بالكتاب. الكاتب بيقارن بين طريقة تفكير الأغنياء وطريقة تفكير الفقراء أو الطبقة الوسطى، وبيسميها ملفات الثراء. اللي بنقبض بكل العملات، دولار، يورو، استرليني وليرة تركي، بس الدفع شندي ما تقسيط وطملي. أول شغلة، الأغنياء بيخلقوا حياتهم، يعني بيتحملوا مسؤولية. أما الفقراء بيلعبوا دور الضحية، بيلوموا الحكومة، الظروف، المدير وأهل وإلى آخره. والأغنياء بيلعبوا لعبة المصاري لحتى يربحوا، يعني هدفهم الثراء المطلق. أما الفقراء بيلعبوا لعبة المصاري مشان ما يخسروا، وبين قوسين بس مشان يدبروا حالهم. حواليك شي حرمة هيك اتجوزها تكون يعني هيك من قريبه؟ بدك حرمة تتجوزها على سنة الله ورسوله، هي فهمناها، بس شلون يعني من قريبه؟ من قريبه سيد راسي، يعني ما تكون طماعة، ما تكون نقاقة، ما تكون جخيخة صريفة تبعزق لي المصاري شي بطعمة وشي بلا طعمة. أما الأغنياء يا عزيزي المستمع ملتزمين بالثراء، يعني بيعطوا كل جهدهم ووقتهم لهالثراء هذا. أما الفقراء بيضلوا بيتمنوا إنه يصيروا أغنياء بس حلم وما في فعل حقيقي.
فلوس 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 يا رب، فلوس يا رب، فلوس 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 فلوس. والأغنياء بيفكروا على الكبير يا معلم، يعني بيسألوا كيف بدي يطلع مئات الآلاف. أما الفقراء بيفكروا على قدهم، بيسألوا كيف بدي يدبر إيجار البيت، كيف بدي يطلع هالمصاريف. 50 ليرة للسيد عماد، بترجع على 14 لمصطفى و9 لنزار. ما معي غير 25. أعطيه 25 لنزار، خليه يرجع لك 16. انا ما معي غير 10. أعطيه ال10 والباقي ياخده من مصطفى. والأغنياء بيركزوا على الفرص، يعني على طول بيتوقعوا النجاح، والفقراء بيركزوا على العقبات والمخاطر ودائما بيتوقعوا الفشل. وفي شغلة كتير مهمة، إنه الأغنياء بيعجبوا بالناجحين والأغنياء الآخرين وبيعتبروهم قدوة، أما الفقراء بيحقدوا على الثراء والأغنياء. وعلى فكرة هاي البرمجة جدا خطيرة، لأنك ما رح تكون شيء بتحقد عليه. والشيء اللي بيميز الأغنياء هو الجرأة، يعني هن على استعداد دائم لحتى يروجوا لأنفسهم وقيمتهم، وبيعرضوا بضاعتهم بجرأة وما بيخافوا. أما الفقراء ما بيحبوا الترويج وبيشوفوه شيء مزعج، وهيك بتضيع قيمتهم. قد ما كان الشخص شاطر بتضيع قيمته. والأغنياء أكبر من مشاكلهم، يعني بيتعاملوا مع التحديات بفعالية ومرونة. أما الفقراء أصغر بكتير من مشاكلهم، يعني أي مشكلة صغيرة ممكن توقف عقبة بوشهم. بشرفك ايدي على راسك، مو لبقان لي الجف والعز. بتعرفي اني وعي كلهم ما بشتريهم غير عند كنتاكي. والأغنياء يا عزيزي المستمع بيدوروا دوار على الناس الإيجابية والناجحة، لأنه بيعتبروا البيئة جدا مهمة. والفقراء بيدوروا على الناس السلبية والفاشلة، وعلى مبدأ يلي مثلنا تعولوا عنا، بيحبوا يحبسوا حالهم بمنطقة الراحة. والأغنياء بيستقبلوا وبياخدوا المصاري والفرص بسهولة، يعني بين قوسين مستقبلين ممتازين. أما الفقراء بيواجهوا صعوبة بالاستقبال، يعني بيخجلوا يطلبوا حقهم أو حتى يتقبلوا المديح. والأغنياء يا عزيزي المستمع بيختاروا إنه يندفع لهم مقابل نتائجهم، يعني أجر على قد الإنجاز وما بيقبلوا أقل من هيك. والفقراء بيختاروا إنه يندفع لهم مقابل وقتهم فقط، يعني بيركضوا ورا الراتب الثابت فقط. بيعطونا إياه واللي بيسموه راتب، هذا اسمه سدة بوز. أول الشهر بنستلمه وبننبسط، 2 بالشهر بيخلص بنتحمل، 15 الشهر بنبلش نشحد بننقرق، ب20 الشهر ما بنلاقي حدا يشحدنا بننزل، 29 الشهر بنبلش نكز على اسناننا، ب30 الشهر بدنا نعض، بأول الشهر بيسلمونا الراتب بننفس. والأغنياء لما بدهم يعملوا شي بيسألوا عن الأول والأفضل، يعني بدهم التنتين سوا. أما الفقراء بيفكروا يا ترى هاد ولا هداك، أمان ولا حرية، عمل ولا عائلة. والأغنياء بيركزوا على صافي الثروة، يعني على الأصول القيمة. والفقراء بيركزوا على دخل العمل، يعني راتبهم الشهري، يعني بيركضوا ورا الدخل مو الثروة. وإضافة إلى ذلك إنه الأغنياء بيديروا أموالهم بشكل ممتاز، يعني بيعرفوا وين يحطوا القرش. والفقراء بيديروا أموالهم بشكل سيء وما بيدبروها أصلا، يعني بس بيصرفوا. والغني يا عزيزي المستمع بيخلي مصرياته تشتغل له، يعني عن طريق الاستثمار. والفقير بيشتغل بجهد كتير مشان المصاري، وهذا هو اللي بيسموه سباق الفئران. والغني الخوف ما بيوقفه، يعني على مبدأ الشجاعة لا تعني غياب الخوف. أما الفقير بيخلي الخوف يوقفه نهائيا عن العمل، يعني خوفه بيشل حركته. وفي شغلة لفتت نظري كتير بالكتاب، بتقلك إنه الأغنياء بيتعلموا بشكل دائم والنمو الشخصي عندهم ما بيوقف، أما الفقراء بيعتقدوا إنهم بيعرفوا كل شيء وهون بيتوقف عندهم النمو المالي. والخلاصة يا جماعة، أنت مانك ضحية ظروفك، حياتك هي اللي خلقتها أفكارك القديمة. بدك تتغير؟ بلش من هلأ. أولا لازم تعرف شو هي برمجة أهلك ومحيطك ومجتمعك عن المصاري. اختار ملفات الجديدة، ملفات الثراء اللي حكينا عنها وطبقها. بلش من اليوم تفكر بشكل كبير وواسع وتكون مسؤول عن أي شيء بصير معك. بلش إدارة مالية، قانون الجرة، خصص 10% من دخلك لجرة الحرية المالية واستثمرها، و10% لجرة المتعة لحتى تعيش حياتك. وأهم شيء بلش تصرف رغم الخوف. الأغنياء ما عندهم عقلية مختلفة، عندهم عادات مختلفة. لهيك يا عزيزي المستمع غير من عاداتك وطبق هالأفكار اللي حكيناها من اليوم، وممكن تشوف الفرق بحياتك المالية خلال أشهر قليلة. وهذا كان ملخصنا كتاب أسرار عقل المليونير. بتمنى يكون هالمحتوى فجر لك أفكار كتير، وبنشوفكم بالفيديو الجاي. يلا باي.